ها انت يا اختي الحبيبه شتي هاد الكيكه هادي، والله ما بحال الكيكات اللي كتعرفي. كتجي بنينه غزاله ما تشبعش منها. عرفتوا ديك الطبقه الفوقانيه شحال كتجي بنينه، تحطيها لضيافك بوجهك احمر، كتجي غزاله غزاله وناجحه. انا مأكده الا جربتوها الطريقه اللي غنعطيكم غتخليوها معتمده عندكم. طريقه مختلفه وطريقه جديده، وكتجي بنينه 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 وناجحه مفشفشه وطالعه. بقاو معايا باش تشوفوا الفيديو وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم الزوينه، راه كتهمني بزاف بزاف التشجيعات ديالكم. وعلى بركه الله. في بول كناخذوا 3 ديال البيضات، كنحتاجوا فقط 3 ديال البيضات. وهذه واحد لاستيوس الا بغيتو تخدموها فاش تبغيو تطلعوا البيض. كنحط هكا الطراب وكنعرضو هكا بشي حاجه باش ما يطيحش، وكنميل داك البول اللي فيه البيض وكنخلي البيض هكا كيخدم الراس وما كنتعذب معاه حتى شي حاجه، بلا ما نبقى هزه الباطور وبقى خدم 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 خدم. هاد الطريقه هذه عمليه الا بغيتو تبقاو تعتمدوها عندكم. المهم خليت هذاك البيض كيطرب ودرت عليه رشيشه ديال الملح وخديت كاس الا ربع ديال السكر حبيبات، وبقيت كنضيفو شويه بشويه وداك البيض كيخدم وانا كنضيف داك السكر شويه بشويه حتى طلع ليا البيض بحال هكا. رجع لها الشكل، تفتح اللون ديالو وضاعف الحجم ديالو. من بعد كنزيدو نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، وقشور ديال الحامضه صافي. وكنخلطو غير واحد التخليطه خفيفه، ما كنخلطوش بزاف باش ما يطيحش لينا البيض اللي طلعنا صافي. من بعد كناخذوا الدقيق. استعملت هنايا انايا 2 كيسان ديال الدقيق ديال العنبه مملوئين جيدا. في الاول ضفت كاس الاول و2 اكياس خميره الحلويات، وخلطت غير بالفوي هكا غير بشويه خلطوا باش ما يطيحش لكم البيض. ومن بعد ملي كتدخلوا داك الكاس عاد كتزيدوا الكاس ديال الثاني. المهم تقدروا تستعملوا نتوما 2 كيسان وربع على حسب. المهم الخليط كيخاصو يكون شويه ثقيل ما يكونش خفيف. المهم استعملت انا هنايا 2 كيسان مملوئين جيدا. من بعد زدت عصير ديال نصف حامضه صفيتو وزدتو من الفوق. شوفوا الخليط كيفاش خاصو يكون ثقيل شويه صافي. وخلطت هذاك الشيء مزيان مزيان وخديت المول ديالي فرشت ليه ورق الطبخ. اما دهنوه بالزبده والدقيق ولا بالزيت والدقيق، المهم اللي بغيتو ولا تفرشوا ورق الطبخ صافي. خويت هذاك الخليط تما في داك المول. القياس ديال المول 25 سنتيم. انتما شوفوا المول تبارك الله راه كبير، وغير 3 ديال البيضات وكتجي كبيره وكتجي طالعه صافي. من بعد خديت التفاحه حكيتها وعصرتها مزيان من داك الماء. عصروها من داك الماء باش ما تطلقش لكم الماء في الكيكه ديالكم وتجيكم مدقصه. عصروها مزيان داك التفاحه وعاد رشوها من الفوق. خديت هنايا الشكلاط قطعته مربعات صغيورين ودرتو حتى هو هكا من الفوق. والسر ديال هاد الطبقه باش كتجي بنينه بنينه ما تشبعوش منها، هي كتاخدي فاني وكترشيها من الفوق ديال ديال الطبقه اللي درتي. كترشيها كتوزعيها بشكل جيد صافي. من بعد خديت هنايا شويه ديال الزنجلان بيض درتو من الفوق وشويه ديال اللوز افيلي. المهم نتوما غديروا في هاد الطبقه اللي بغيتو واللي متوفر عندكم في الدار على حسب الذوق ديالكم. تقدروا ديروا مكسرات الزبيب، المهم اللي متوفر عندكم ديروه صافي. دخلتها الطيب على 170 درجه. كنت مسخنه الفران من قبل، شعلته على 170 درجه من الاسفل فقط. كتدخلوها وكتخليوها حتى كطيب على خاطرها وكتنفخ وكيتضاعف الحجم ديالها صافي. من بعد عاد كتشعلوا عليها من الفوق باش تحمر واحد شويه وتاخذ لينا داك اللوين مذهب هكايا من الفوق. من بعد كتخرجوها وكتخليوها هكا تبرد واحد شويه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي غزاله. شتي هاد الكيكه هادي حطيها لضيافك بوجهك احمر ولا حطيها المناسبات ديالك ولا الاعياد، كتجي غزاله غزاله بنينه ما تشبعوش منها وكتجي مفشفشه فيها واحد الفشه واحد الخفه ما نقولش لكم. كتجي زوينه في المذاق وتا في الشكل كتجي راقيه وكتجي عاطيه للعين صافي. من بعد انا حيدت له هذاك ورق الطبخ. وكاضافه الا بغيتو تاخذوا شويه ديال العسل ولا شويه ديال الطاباج ودهنوه هكا من الفوق باش تجي داك الطبقه كتلمع، كتجي كتعطي واحد المنظر زوين. المهم انا ما درت والو حيت صايبتها غير للدار. وشوفوا هي هذه الكيكه ديالي انا غنحلها معكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي مفشفشه وغزاله وخفيفه. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. بسلام عليكم وما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم.